مسلسل على باب العمارة وأحداث جديدة، والحلقة النهاردة الأخيرة وإن شاء الله هنلخصها مع بعض. بتبدأ حلقتنا بهالة بتروح هنا العوض وبتتسحب وبتطلع له على السطح، وبتكون عايزة تتكلم معاه وبتقول له أنا بحبك يا عوض. بيقول لها ما يصحش يا هالة اللي انت بتعمليه، أمك لو شافت حاجة زي دي هتطب ساكتة، وانت كمان أمانة أمك مأمنها لي، ما أقدرش إني أخوني الأمانة. بتقول له انت مش فاهم أي حاجة، أنا برتاح لك وبحبك يا عوض، لازم تكون فاهمني. بيرفض عوض وبيقول لها أنا مش عايز أي كلام من اللي انت بتقوليه، كفاية كلام لحد كده. بتسمع هنا أم هالة وبتكون واقفة من بعيد وشايفة كل ده. بتقوله خلاص لو ما كنتش انت هتحبني أنا هرمي نفسي من هنا. بتيجي أمها وبتقول لها اوعي ترمي نفسك يا هالة، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا بنتي. بيقول لها هنا عوض سيبيها سيبيها نشوف آخرها إيه، ما تتكلميش انت خالص، خلاص يا هالة ارمي نفسك، يلا اللي انت عايزاه اعمليه. بتقول له انت طلعت كده، انا كنت فاكراك انك ممكن تكون بتحبني، لكن مادام انت طلعت كده جبان انا مش بحبك وانا خلاص همشي من هنا. وبتنزل مع امها وبتشكر هنا ام هالة عوض لانه صان الامانه، وبتقول له شكرا يا عوض. وبتنزل مع بنتها وهنشوف هتعمل ايه معاها بعد كده. اما ابو عوض بيتكلم هنا مع صديقه وبيقول له على اللي حصل من عوض، بيقول له ما كانش المفروض تزعل وتمشي، كان المفروض تسمع منه الاول، انت اكيد اتسرعت لما سبته ومشيت. بيقول له يعني انت رأيك كده؟ بيقول له ايوه، انت لازم تسمع من عوض، واكيد عوض ما يعملش كده. عوض طول عمره عايز بنت وزير او بنت حد كبير، مش هيبص لاي حد وخلاص. بيفكر هنا في كلامه وبيقول على فعلا عندك حق. بعد كده بنلاقي عوض موجود هنا مع عمه فؤاد وبيتكلم معاه وبيقول له ازاي انت ابنك ما بيردش عليك على اتصال ولسه برضه بترن لحد دلوقتي، الحكاية دي مضايقاني قوي. بيقول له اكيد اللي هيستنى ومش هيرد على اتصالك وانت هتستحمله، يا اما ليك عنده فلوس يا اما بتحبه. بيقول له معقول انا اكون بحب البت نوسة؟ انا طول النهار متضايق ان هي ما بتردش عليا. بيقول له يبقى اكيد بتحبها. بيقول له لا اكيد لا. بيكون عوض مش عايز يصدق فعلا انه بيحب نوسة. بعد كده بيقول هنا لعمه فؤاد انت عايز انك تشوف ابنك؟ بيقول له يا ريت. بيقول له طيب استنى، انا دلوقتي هخليه ابنك يجي لك لحد عندك. وبيبتدي هنا يكلم فانزاته وبيقول لهم يا فانزاتي اغلى من خلجاتي، يا ريت تقفوا معانا في موضوع عم فؤاد. اتكلم يا عم فؤاد وقول لهم ايه حكايتك بالظبط انت وابنك. بيبتدي يتكلم هنا فؤاد وبيقول لهم وبيقول هنا لابنه حسام إن هو ندمان على كل اللي حصل، وإن هو فعلا كان غلطان ونفسه إنه يسامحه، ونفسه إنه يكون جنبه لأنه خلاص أيامه قربت، ونفسه كمان إنه يكون معاه لما يموت. وبيتكلم هنا وبيكون البث شغال وكل الناس هنا بتشوف فعلا اللايف ده، والكلام بيوصل لحسام وهنشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. بتكون هنا جوجو بتصور صلاح وهو بيتكلم مع حد علشان يعملوا تزوير هنا ان البيت عايز ازالة وهيطلع منه السكان، وبيتفق معاه على المبلغ وكل ده بتصوره هنا جوجو. هنشوف بعد كده هتعمل ايه. بتتكلم هنا مع صلاح وبتقول له ايه الفكرة اللي انت هتعملها دي؟ بيقول لها مفيش حل غير كده، انا هعمل امر ازالة وبعد كده هطردهم من هنا. بتقوله برافو عليك، لكن هي بتكون صورته وهنشوف هتعمل ايه بالتصوير ده. بيجي هنا زي ما احنا شايفين عوض وبتقول له هنا مرات المعلم هات لنا الطلبات دي. المعلم هنا بيقول لهم طيب اروح انا اجيب لكم الطلبات دي. بيكونوا هنا حابسينه ومش مخلينه ينزل ابدا. بتقول له خليك انت هنا وعمرك ما هتنزل من البيت. خلاص يا معلم ده كان زمان. بيتضايق جدا هنا وبيفضل محبوس وهنشوف هيعمل ايه بعد كده. نوسة هنا في السوق وبتجيب طلبات وبيجي هنا حماسة وبيتكلم معاها وبيقول لها كمان ان هو عايز يتكلم معاها. بتقول له مالكش كلام معايا. بيجي عوض هنا وبيقول له انت مالك بيها؟ بيقول له انت مالك انت دي تخصك؟ بيقول له ايوه دي خطيبتي. بتتفاجئ هنا نوسة وبتفرح وبيقول له من امتى ده؟ بيقول له من زمان. بيقول له على العموم انت لازم ما تجيش ناحيتها تاني ولا حتى تتعرض لها في طريق، لا اما ما تنساش اللي حصل لك قبل كده. انت فاكر العلقة اللي انت خدتها؟ وبيفكروا هنا بالعلقة اللي فاتت. بيقول له هنا خلاص يا عم انا همشي ومش عايز اتكلم مع اي حد فيكم. وبيمشي هنا حماسة وبتكون فرحانة نوسة بالكلام اللي قاله هنا عوض وانه كان موجود معاها. بيقول لها تعالي بقى اجيب لك عصير وبيجيب لها هنا عصير قصب وبيتكلم معاها. بتقول له هنا
انت عمرك ما حبيت يا عوض؟ بيقول لها حبيت زمان المدرسة بتاعتي وانا صغير، لكن ساعتها لما قلت لها عاقبتني وخلتني متذنب. من ساعتها ما بقولش لأي حد تاني اني انا بحبه. وبيسألها انت حبيتي حد؟ بتقوله ايوه، حبيت واحد مغفل مش حاسس بيا خالص. بيتكلموا هنا مع بعض وبيجيب لها العصير، وبعد كده بيعترف لها عوض ان هو بيحبها. نوسة مش مصدقة نفسها وفرحانة باعتراف عوض ليها، وبيقول لها فعلا ان هو بيحبها ومتعلق بيها. وبيقول لها كمان هوضب كل حاجتي هناك في البلد لما ارجع، وبعد كده هنتجوز. بتفرح جدا نوسة وبتكون مش مصدقة، وهو ده الكلام اللي كانت عايزة تسمعه. بعد كده المعلم بيحاول انه يطلع من البيت، وبيقول لهم لو ما طلعتونيش من هنا هطلقكم انتوا الاتنين. بيقول له هنا ابنه طب لما اطلقهم انا هروح فين يابا؟ بيقول له هوديك الملجأ. وبعد كده برضه بيكون مصمم انه ينزل، لكن هنا ستاته الاتنين بيقولوا له مفيش نزول، لكن بيصمم بيقول لهم افتحوا الباب وسيبوني انزل. بيسيبوه هنا ويقولوا طيب خلاص انزل، بس ما تزعلش بقى من اللي هيحصل. بيقول لهم قصدكم ايه؟ هو ايه اللي هيحصل؟ بيقولوا له يعني اللي هيعمل حاجة هيقولها يا معلم، روح وانت هتعرف بعد كده. بيخاف هنا المعلم من تهديدهم، وبيرجع تاني في كلامه وبيقول لهم مانيش نازل ولا طالع من البيت. وبيرجع تاني وبيقعد هنا جنب ابنه، وبيكون متضايق جدا من الحبسة اللي هو فيها. بعد كده بنشوف هنا أم هالة بتتكلم معاها وبتقول لها أنا فعلا كنت باهتمامي كله بحاجات تانية وقصرت معاكي يا بنتي، لكن بعد كده هكون معاكي أكتر من الأول وما تزعليش مني. هالة هنا بتقول لها أنا اللي كنت دايما بعمل حاجات غلط، وأي حد بيكلمني كلمة كويسة بروح له خلاص. أنا فعلا اللي كنت غلطانة يا أمي. بتبتدي هنا تاخدها في حضنها وبتقول لها بعد كده أي حاجة ياريت تقولها لي عشان اختيارك يكون صح. بنشوف بعد كده بتيجي هنا دينا الرقاصة وبتتكلم مع عوض وبتقول له انت فاضي النهارده؟ بيقول لها يعني انا ورايا ايه؟ ما انت شايفاني مرزوع اهو قدام الباب. بتقول له طيب انا كنت بس جاي لي عريس النهارده. بيقول لها طيب خير. بتقول له عايزه بس انك تاخد هنا معاه وتدي وتعرف ميته ايه بالظبط، وتقول لي هو كويس ولا لا، بصفتك انت واحد يعني انا بثق فيه. بيقول لها طيب خلاص تمام، وبتتفق هنا معاها على كده، وبيكون فرحان هنا عوض لدينا. بعد كده بنشوف عم فؤاد بيخبط عليه عوض، بيقول له عايز ايه يا حيوان؟ انا مش هفتح الباب. بيقول له افتح بس في ضيوف عايزينك. بيفتح هنا عم فؤاد الباب وبيتفاجئ ان حسام ابنه جاله وسامحه في كل اللي حصل، وبيقول له ان هو مش هيسيبه تاني. بيفرح جدا وبيعيط هنا عم فؤاد وبياخد هنا حسام في حضنه وبيقول له سامحني يا ابني على كل اللي حصل. بيقول له مسامحك وخلاص مفيش اي حاجة تاني هنتكلم فيها من اللي فات. بيفرح جدا هنا عوض وبيفتح لايف هنا لفرنزاته اللي اغلى من خلجاته، وبيقول لهم اني حسام ابن عمه فؤاد رجع والفضل يرجع ليكم. وبيكونوا كمان بيقولوا كلمة هنا للفنزات وبيشكروهم. بعد كده بنشوف أبو عوض بيسمع الأخبار دي وبيفرح جدا بعوض، وبيقول إن عوض فعلا بقى راجل وأنا خلاص هرجعه البلد تاني. هنا بتقول له يعني عيال هنا بناته بيقولوا له ده فوتوشوب. بيقول لهم انتوا كل حاجة بتقولوا كده الكلام ده حقيقي. بنشوف هنا خلاص بيكون عمل هنا التصريح بإزالة هنا البيت وخلص له كل الأوراق. وبيقول هنا صلاح لجوجو روحي خلي السكان كلهم يجوا علشان أنا عايزهم ضروري. فعلا هنا السكان بيجوا وبيبتدي يقول لهم إن البيت جاله أمر إزالة. بيقول له هنا عم فؤاد ازاي ومفيش اي حد جه هنا ولا فحص البيت؟ كلهم هنا بيعترضوا بيقولوا الكلام ده ما يحصلش، البيت كويس جدا وما فيهوش اي حاجه. لكن هو بيقول لهم يعني الورق معايا وخلاص الازاله هتتم. لكن بعد كده جوجو هنا بتتكلم وبتقول ان دي خطه هو عاملها علشان يطردكم كلكم من هنا ويبيع البيت بمبالغ كبيره. وكمان عوض بيقول له كل حاجه هنا متسجله، وكمان بيقول له ان البث هنا كمان كان فيه كل التصويرات بتاعتك، وانت اتفضحت كمان على الملأ وخلاص هيتقبض عليك وهتتحبس. طبعا بيتخض جدا هنا صلاح وبيقول ازاي تعملي حاجة زي دي؟ بتقوله لازم كنت تكون في المكان ده لانك انت كنت عايز تبيع كل الناس دي، وحرام عليك اللي كنت هتعمله. فعلا هنا كلهم بيكونوا متضايقين منه، والمعلم هنا بيقول هنا لستاته يلا انزلوا عليه انتوا الاتنين وهاتوا لنا حقنا منه. بينزلوا ضرب هنا في صلاح، وبعد كده بتيجي هنا الشرطة وبتاخد صلاح هنا وبتقبض عليه. بيكون
بيقول لهم 3 سنين وهرجع تاني. وفعلا بيتقبض عليه وبيشكر هنا عوض جوجو وبيقول لها بس هطلب منك طلب، يا ريت بس تطولي اللبس بتاعك ده شوية. وبيديها كمان شراب وبيقول لها البسيه، هو فعلا صغير بس هينفع. بيفاجئ هنا بأبوه جاي علشان يصالحه ويرجعه للبلد. كلهم هنا موجودين وبيقولوا هترجع يا عوض وتسيبنا، احنا خلاص حميناك واخدنا عليك. بيقول لهم انا لازم ارجع وهبقى اجيلكم تاني. فعلا هنا ابوه هياخده ويرجعه البلد وهنشوف ايه اللي هيحصل ما بينهم. بيتكلم هنا عوض مع نوسة وبيقول لها إني أنا هظبط كل شيء وهرجع تاني علشان أخدك من هنا ونتجوز. بتقوله طيب أنا مستنياك. وفعلا هنا بيطمنها وبيقول لها إن هو هيرجع وهيتجوزها، بس هيروح دلوقتي يظبط حاله وبعد كده هيرجع تاني. بنشوف فعلا عوض هنا بيروح مع أبوه البلد وبيكون داخل هنا زي ما احنا شايفين في المشاهد اللي جاية على الحصان، وفرحان جدا إنه رجع البلد وأبوه خلاص كده موجود وبيتعشى معاه وبيقول انت خلاص عملت كل اللي انا عايزه منك، بس هنروح علشان نتمم الجوازة بتاعتك. بيقوله جوازة ايه، انا في واحدة بحبها كويسة جدا ويتيمة. بيقوله يعني انت هتصغرني في كلمتي؟ بيقوله بس انا بحب الانسانة دي وانا راجل واقدر اعتمد على نفسي. بيقوله لو انت عملت اللي انت عايزه لا انت ابني ولا اعرفك. بيقوله خلاص يا ابوي انا بقيت راجل واقدر اعتمد على نفسي وخلاص انا هروح وهعيش حياتي وهتجوز اللي انا عايزها. لكن هنا ابوه بيقول له لو مشيت من هنا وما عملتش اللي انا عايزه لا انت ابني ولا اعرفك. وبيمشي فعلا عوض واخواته هنا البنات بيكونوا فرحانين ان في خلاف تاني بينه وما بين ابوه وكده مش هياخد اي حاجه من الورث. بيقول انت كل شويه هتقعد تذلني بالورث والعموديه، انا مش عايز اي حاجه وهعتمد على نفسي وهروح مصر تاني. وبيبتدي ابوه يقول له خلاص روح من وشي وانا مش عايزك تكون معايا هنا. بيمشي هنا عوض وبيقول لاخواته البنات انا فعلا ما عملتش معاكم حاجة كويسة لكن ما عملتش برضو معاكم حاجة وحشة، وافتكروا ان لكم اخ ولو احتجتوني في اي يوم من الايام انا موجود. وبيبتدي يمشي وبيسيب هنا المكان. بيمشي عوض وهو خلاص عايز يرتبط بنوسة. وابوه بيقول ده عوض خلاص دلوقتي فعلا بقى راجل وبيعترض كمان كلمتي. بيطلع هنا عوض وبيلاقي هنا موجود وبيقول له هتيجي فرحي لو عزمتك؟ بيقول له الفرح فيه اكل؟ بيقول له بيقول له طيب خلاص هاجي. بيسلم عليه وبيقول له انت اخ ليا، وبيقول له موافي مع السلامة وبقى قول لي امتى الفرح. بعد كده بنشوف عوض بيرجع لنوسة. نوسة موجودة هنا وفرحانة جدا ان عوض رجع لها، وكمان بتكون عاملة له مفاجأة وكل هنا السكان موجودين في استقبال عوض. بيفرح جدا وهم كمان بيفرحوا ان رجع لهم تاني. هيتمم جوازه هنا من نوسة. وبتكون دي الحلقة الأخيرة، وإن شاء الله أي مسلسل جديد هنلخصه مع بعض. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، واللي أول مرة بشوف القناة ما ينسانيش في لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.